صندوق الحج. تدور أحداث القصة حول صندوق الحج، والحج ركن من أركان الإسلام الخمسة. صندوق الحج مؤسسة ادخارية استثمارية وحكومية تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وإذا بتسألوني كيف بجاوب: تستثمر مدخراتك وفقا لطرق الاستثمار الإسلامي، وإذا انطبقت عليك الشروط بمنحك فرصة الحج إلى بيت الله الحرام بسن صغير. صندوق ولا أروع، إلك وإلها وإلي وإله وجايكم بالحكي. تأسس الصندوق عام 2013 وهو الأول عربيا والثاني عالميا بعد ماليزيا، وإله نسبة 20% من عدد المقاعد المخصصة لحجاج المملكة الأردنية الهاشمية. وكيف بدك تشترك؟ هسا بقول لك. تشترك عن طريق الادخار في حساب الصندوق بأي فرع من فروع البنك الإسلامي الأردني، وكمان تقدر تدخر لغيرك وتهدي شهادة الادخار لحبايبك، ست الحبايب، سيد الحبايب، أخوك، ابنك، صاحبك، ابن خال عديلك، كبير صغير، حتى المقمط بالسرير، مين ما بدك ولمين ما بدك. قيم الادخار منوعة، ومنوعة يعني في ب10 دنانير، وفي ب50، وعندك ب100 وب500، وفي ب1000، وعقد لحافك مد رجليك، وطرقه سهلة. وسهلة يعني تقدر تدخر مباشرة عن طريق البنك الإسلامي الأردني، وبصير تقتطع من راتبك وتحول من حسابك لحساب الصندوق، وهيك بتصير مدخر بالصندوق. واشتراكك كيف ما بتطلع عليه مفيد، وبتحج وانت شاب على الأكيد، ووقت ما بدك تقدر تسحب مدخراتك أو أرباحك، كله بصير وعادي. صندوق ولا أروع، استثماره مرابحة إسلامية وفق الأحكام الشرعية، فيش هيك ولا هيك. سيارتك، أثاثك، بيتك، أرضك، مشروعك، وشو ما بدك تمويله عندهم وموجود، والإجراءات سهلة كتير. وإذا عندك سؤال جوجل صندوق الحج الأردني، ومن دق الباب بسمع الجواب. نية حجك تبدأ باشتراكك، بتفيد حالك وبتحقق حلمك، وهاي لحالها كبيرة جد كبيرة. والله يوفق الجميع، ولا تنسوهم بدعوة من عرفات، وتذكروني بالزمزم والتمرات.